لو بتسالني سؤال فول ولا طعميه اقول لك طعميه، طعميه ولا مهلبيه اقول لك مهلبيه، مهلبيه ولا عرضيه، عرضيه بس مش بالونيه. حلو حلو، تعال بقى معايا نشوف القصه على ايه. دي هجمه على اتحاد العاصمه، حد يقول لي الفاول بيتلعب منين؟ من هنا. حلو، ومكان السهم ده خليه في دماغك وكمل معايا. الكره بتتلعب فين؟ على البعيده، هدف. في مشكله على البعيده يا جدعان معاكم؟ قال لك مفيش حد فينا بيبص مين في ظهره. واضحه في دي صح؟ نجرب كرة تانية. الكرة اللي بعدها، احنا المرة اللي فاتت لعبنا من ايه؟ من مكان الدايرة صح؟ المرة دي ايه؟ قصادها زي ما كنت مشاور لك على السهم. في 3 لعيبة، كابتن حسام عبد المجيد يا رجالة، شايف ال3 لعيبة دول؟ أول ما الكرة تتلعب ال3 هيسيبوا كل حاجة في ايديهم ويجروا على ايه؟ على القائم البعيد، يبقى مرة من اليمين ومرة من الشمال، والاتنين نفس الفكرة، والاتنين ايه؟ والاتنين هدف. حلو الكلام. وده فريق محدش يعرفه، بيلعبوا ربع نهائي الكونفدراليه قدام اتحاد العاصمه، عايزين يسجلوا في 2 بره الكادر خالص، تشوفهم تقول مش معانا. هيعمل ايه؟ عرضيه بس نوويه على القائم البعيد وهدف. حلو، واضحه. حد يقول لي طب احنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ هقول لك بص كده، من نفس النقطه في ماتش بلوزداد الكره بتتلعب من مين؟ من فتوح. مين ده؟ عضيه الدباغ، بياخد خطوه ويرجع تاني يروح على البعيده، الكره دي بتتسجل ويجي منها هدف. صح؟ كان في حاجه بتحصل معرفش ايه اللي وقفها، فتمام تمام. حد يقول لي مش عايزين فاولات، هقول لك تمام مفيش مشكله. شايف الكره اللي جايه لك دي بقى؟ اللاعب هيستلم هنا، لو بص في المساحه دي، عشان كده كان نفسي مهاجم اللي يلعب مكان مين؟ مكان شيكو بنزي، يعني جناح يخش المنطقه يلعب بدماغه. لو اللاعب ده بصه هيلعبها جون، هو للاسف شاطها. حلو. حد يقول لي احنا نقدر نعمل الكره دي، اقول لك نقدر. ليه بقى؟ بزيرة هنا لما بيستلم الكوره دايما العين بتبقى عليه، ففي مساحه بتكون فاضيه اللاعب يستلم فيها، اللي هو مين؟ فتوح. وفتوح لعب الكره اللي فاتت صح؟ فتوح اي نعم لياقه لاعب في ال90 من عمره، بس هو احسن واحد بيعملها. هنا هيستلم الكوره في المساحه دي، يبقى العرضيه تيجي منين؟ تيجي من عمق الملعب. ناصر منسي ايام ما كان اسطوره اتحرك في ظهرهم وراح وسجل. حلو حلو. تاني فتوح اول ما استلم الكوره ناصر منسي هيروح على البعيده، هنا ما كانش اسطوره. حلو، بس برضه هيروح على البعيده. فتوح اول ما استلم الكوره بسرعه بيلعبها. فكرتها في ايه؟ فكرتها في السرعه. ليه؟ المدافع ما يبقاش اصلا عارف ايه اللي بيحصل، فجاه المدافع بيلاقي الكوره بتتلعب، على ما بيحرك جسمه ولا بيعمل ترن ما بيلحقش. ومدافعين اتحاد العاصمه عندهم لاج كبير، على ما بياخد الخطوه وياخد القرار بيكون النهار خلص. فنعمل ايه؟ عرضيه سريعه، هو ما يكونش متوقع ان انت هتلعبها عرضيه. بلاش العرضيات، نجري لاخر الخط ونلعب عرضيه، ويكون هو قاعد كده بيفكر والله ايه الدنيا، يطلع اجيبها فياخد القرار ويتحرك. دي كلها كور بالونيه. نعمل ايه؟ حد يلعب كره سريعه على القائم الثاني، سهله. مانشستر سيتي عملها 1000 مره، ودي لها تكنيك معين للمدافعين مستحيل يعرفوا يجيبوها، وخصوصا لو قراراتهم صعبه زي اللعيبه دي. حد يقول لي ده بحل تاني، اقول لك بص يا صاحبي، شايف الكره دي؟ اللاعب رقم 13 ده بيتقدم ويسيب مكانه، اتكلمنا عنه كتير. اول ما يتقدم العب الباص، اي ثغره تلاقيها العب الباص سريع، العرضيه والايه والتغطيه العكسيه في المهلبيه مش موجوده. تاني نفس اللاعب رقم 13 هيتقدم، الغلطات دي كده بتتكرر. ليه؟ اللعيبه امكانياتها كده. بص اتحرك، ساب مسار التمرير، الكره اتلعبت، العرضيه للمهلبيه، هدف. سهله. حاجه بقى لازم احذر منها، والكره معاك اوعى تقطعها بسهوله. ليه؟ لان هتلاقي 2 مهاجمين ما بيتحركوش وهم بيدافعوا، في 2 عندهم واقفين قدام عشان الكره دي. اول الكره ما تتقطع منك وراحت في هجمه زي دي، زي اللي انت شايفها دي، ما تستناش تيجي هدف تقوم قايل له بعد اذنك صعب انا محتاج اجلك في مشوار. محدش من المدافعين يقول لي ده انا هجري وراه واجيبه، ما تجيبوش يا صاحبي. بكل الشياكه اعمل فاول، حاول من غير انذار. اللي تحاول تعمله انك ما تاخدش انذار، انما فكره ان انت تسيبه وتفتح معاه سبرنت، وعندهم الواد الافريقي ده هيبان لك بقى الماتش الجاي. ليه؟ لان السرعات في الماتش الاولاني ما كانتش موجوده، مفيش مساحات. العيال دي سريعه فشخ. فالعيال دي اول ما هتستغل كره زي دي مش هتشوفها. ما اعمل ايه؟ فاول يا صاحبي، اوقف اللعب. اي كره تتقطع مننا في نص الملعب يا صاحبي من غير ما تفكر، ازيك يا صاحبي عامل ايه، محتاج رجلك في مشوار، على طول تمسك رجله وتمسك التيشيرت، اي مصلحه، بس ما تسيبوش. الكره دي سجلوا فيها في اسف، وسجلوا فيها في كل ماتشاتهم، نفس تيبيكال الكره دي. اللاعب الافريقي رقم 30 و29 طيارات، ومعاهم الخالدي نفس القصه. دول ما ظهروش للماتش اللي فات عشان ما كانش فيه مساحات. الماتش ده غير الماتش اللي فات يا جدعان، نردمه بقى. كابتن معتمد اردم الماتش اللي فات، دي لا هتكون نفس الفرقه ولا هيكون نفس السيستم. نحاول على قد ما نقدر نعمل حاجه كمان، نشوط يا جماعه، يعني محتاجين نشوط، مش خسران حاجه، فريق متكتل. شوط يا صاحبي، شوط يا شحاته واحده، شوط يا عبد الله واحده، اي حد يشوط يا جماعه. الموضوع سهل وبسيط. وكمان اللعيبه قراراتها بطيئه، يعني لو انت اتحركت جوه ال 18 كتير وحاولت تخلي اللعب حصر جوه ال 18 هيعمل معاك بلانتي. انا بقول لك هيعمل معاك بلانتي. ليه؟ انت لو بزيرة دخل بس وغمز الكوره، اللعيبه بطيئه في رد الفعل، زي الجول اللي بزيرة جابه واتلغى كده. بص لعب الكوره من اللعيب رقم 4، ايه اللي حصل؟ على ما اللعيب فرد رجله، اللي بزيرة كان فين؟ بزيرة كان بيحتفل. ففي مشكله عندهم في بطء الحركه على ما بياخد القرار. الاشاره على ما بتطلع من هنا توصل للرجل فيها قصه.
فانت استغل دي، ممكن تاخد ضربه جزاء وتخلص من بدري. اول ربع ساعه لازم ننزل. بص انت بتاعي، انا مش هحلك. الناس اللي واقفه ورا تامن اي كره جايه لك مرتده يا صاحبي بذكاء كده. بص بذكاء اخبطه خبطه بتاع، خد فاول. تمام. لايك وفولو.